السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في شرح الشابتر الثالث من مادة الإحصاء. الشابتر بيتكلم عن الفرضيات وأنواعها وأنواع الأخطاء وفترة الثقة إلى آخره. نبدأ على بركة الله. أول شيء في المقدمة بقول لي إنه الانفرنشال ستاتيكس الإحصاء الاستدلالي بيستخدم عشان أعرف قديش من نتائج التجربة نتجت صدفة أو بالغلط. بيقول لي إني لو عملت دراسة على جميع سكان الدولة فأنا مش محتاج كل الإحصاء الاستدلالي صراحة، لأنه أنا عارف كل النتائج. ولكن أنا لما أعمل دراسة بعملهاش على كل المجتمع، ولكن فقط باخد عينة، وعشان أقدر أعممها على المجتمع كله فأنا محتاج إحصاء استدلالي. طيب نبدأ بالهايبوثيسيس تيستينج، فحص الفرضية. ليش بنستخدم الهايبوثيسيس تيستينج؟ نفس الكلام تعتو، عشان أعمم نتائج العينة على المجتمع. وبقول لي لما أتكلم عن البوبيوليشن كله بستخدم مصطلح الباراميترز، والرموز تختلف شوية. الوسط إكس بار بيصير ميو، الوسيط ام سمول بيصير ام كابيتال، والفاريانس بيكون اس تربيع بيصير سيجما تربيع. اللي بعده أنواع الفرضيات. في عنا النل هايبوثيسيس الفرضية الصفرية ورمزها H0، وعنا الالترناتيف هايبوثيسيس الفرضية البديلة ورمزها H1. الفرضية الصفرية بتقول إنه نتائج العينة المفحوصة لن تختلف عن تلك الموجودة already في المجتمع، وهي صحيحة ما لم يثبت العكس. أنا كباحث هدفي أثبت خطأ الفرضية الصفرية عشان أكون ضفت إشي جديد بواسطة بحثي، ولكن ممكن نتيجة بحثي تطلع مطابقة للموجودة مسبقا، وبالتالي أأكد الفرضية الصفرية عادي. الفرضية البديلة هي اللي بتقول لي إنه في اختلاف بين الفحص والإشي الموجود مسبقا، وهذه اللي بتحتاج إلى إثبات بواسطة البحث تاعي. مثلا لو أنا عامل بحث عن تأثير تناول الشاورما يا حاج براء على زيادة الوزن، الفرضية الصفرية بتقول لي لا يوجد تأثير، وهي صحيحة ما لم يثبت العكس. أما الفرضية البديلة فبتقول لي إنه إلها تأثير فعلا على الوزن، وبحاول أثبت هالشي بواسطة بحثي. صراحة هي مش محتاجة بحث، واسألوا براء حتى. الفرضية البديلة ممكن تكون two-sided إذا كانت صيغتها لا يساوي، و two-sided معناها قد تكون أكبر أو أصغر، وممكن تكون one-side إذا كانت صيغتها أكبر فقط أو أصغر فقط كما في المثال. ننتقل إلى أنواع الأخطاء. في عندي نوعين من الأخطاء لما أقرر أرفض أو أقبل الفرضية الصفرية. الخطأ من النوع الأول بيحدث إذا رفضت الفرضية الصفرية في عينة البحث إذا كانت في المجتمع الحقيقي صحيحة، وهو الأهم. بكون مهتم أعرف قديش نسبته في دراستي عشان أعرف هل تعتمد أو لا. الخطأ من النوع الثاني بيحدث عند قبول الفرضية الصفرية في عينة البحث إذا كانت في المجتمع الحقيقي خاطئة. هذه الأخطاء من النوع الأول والثاني بتحدث نتيجة الصدفة وعدم الكفاءة وعوامل أخرى. في عنا مصطلح اسمه The Level of Significance، مستوى الدلالة، وهو احتمال الخطأ من النوع الأول اللي لازم كمية الخطأ والصدفة في الدراسة ما تتجاوزها عشان تكون الدراسة معتمدة وصحيحة. إذن هو احتمال الخطأ من النوع الأول وليس الخطأ نفسه، ويرمز له بالرمز ألفا. اللي بيحدد الليفل اوف سيجنيفيكانس هم الباحثين، في العادة بيكون 1% أو 5% أو 10% حسب الدراسة. فكلمة مستوى دلالي 5% معناها إني ممكن أقبل أخطاء في الدراسة بسبب الصدفة وغيرها تصل إلى 5%. أما لو تجاوزت الأخطاء من النوع الأول في دراستي 5%، فهذا يعني أنني لا أستطيع رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي دراستي لا يمكن بناء نتائج معتمدة عليها. طيب كيف أنا بدي أتخذ القرار برفض الفرضية الصفرية أو قبولها؟ قال لي في شغلة اسمها P-value probability value. هذه البرنامج هو اللي بيحسبها، مش ضروري نعرف كيف. المهم والله لو كانت البي فاليو أقل أو تساوي المستوى الدلالي ألفا، إذا أستطيع أن أرفض الفرضية الصفرية وأثبت الشيء الجديد اللي بدي أثبته بواسطة بحثي، أو بمعنى إنه الخطأ لا يكون ذا دلالة إحصائية. أما لو كانت بي فاليو أكبر من ألفا، حينها لا أستطيع رفض الفرضية الصفرية، لأن الخطأ حينها يكون ذا دلالة إحصائية. طيب سؤال، لو كان ألفا عندي يساوي 5% واستطعت أن أرفض النظرية الصفرية في دراسة معينة، السؤال بيقول لو غيرت ألفا إلى 1%، هل من الضروري أن تبقى الفرضية الصفرية مرفوضة؟ الجواب لا، مش بالضرورة. ممكن وممكن لا.
لكن لو رفعت ألفا إلى 10% ساعتها بكون متأكد 100% إنه الفرضية الصفرية ما زالت مرفوضة، لأنه P value أقل من 5%، وبالتالي بالضرورة هي أقل من 10%. طيب نروح لموضوع الاستاتستيكال باور، قوة الاختبار، وهي القدرة على معرفة الفرق إذا كان هناك فرق في الحقيقة، أو القدرة على رفض الفرضية الصفرية عندما تكون خاطئة فعلا. إحنا قلنا إنه الخطأ من النوع الثاني هو عبارة عن قبول الفرضية الصفرية عندما تكون خاطئة، واحتماله هو بيتا. وبما إنه الباور هي رفض الفرضية الصفرية عندما تكون خاطئة، إذن يمكن اعتبار الباور مكملة بيتا، وبالتالي باور يساوي 1 ناقص بيتا. طيب على السريع نشوف أنواع الاختبارات. هناك الاختبار المعلمي البارامتريك تيست، اللي البيانات تخضع فيه لتوزيع معروف مثل التوزيع الطبيعي. أما النون بارامتريك البيانات بتكون لا تخضع لتوزيع معروف، وهذا الكلام حناخده في الشابتر الرابع. في هذا المثال بيقول لي في باحثين اخترعوا دواء اسمه دراج بي، وبدهم يجربوه على مجموعة ناس ويشوفوا هل في فرق في استجابة الناس بعد ما أخذوا الدواء ولا لا، يعني هل هناك ديفيرنس بعد إعطاء الدواء. السؤال بيقول لي شو هو الإشي اللي لما يكون عالي maximized بيكونوا الباحثين ضمنه إنه في فرق أو تأثير إذا كان هناك فعلا فرق. يعني من الآخر إن أرفض الفرضية الصفرية لما تكون فعلا خاطئة، لأنه الفرضية الصفرية بتقول لي فيش فرق. هذا حرفيا هو تعريف الباور، واللي بتساوي بيتا ناقص 1، والخيار هو إي. في المثال اللي بعده مستوى الكوليسترول في الدم لمرضى السكري 210، أما السالمين من السكري 195. الآن بدي أعرف هل الفرق هذا معنوي ولا لا. بيقول لي احتمال إنه يكون هذا الفرق صدفة وفي الحقيقة فيش فرق هو 5%. واضح إنه هذا ألفا النوع الأول، واحتمال إنه يكون في فرق في الحقيقة لكن حسب العينة فيش فرق هو 20%. واضح إنه هذا هو الخطأ من النوع الثاني بيتا. السؤال ببساطة طالب الباور، قلنا الباور بتساوي 1 ناقص بيتا، وبالتالي 1 ناقص 20% ويساوي 80%. في المثال هان بيقول لي باختصار لو احنا خلينا ألفا بدل ما هي 5% خليناها 1%، أي خيار من الخيارات حيصير. هل جيت احنا لما يكون ألفا 5% بنكون واثقين 95%، أما لما صارت 1% بنصير واثقين 99%. إذا مستوى الثقة زاد، وبالتالي الخيار A هو الصحيح. الخيار B بيقول لي الخطأ من النوع الأول حيزيد، طبعا غلط لأنه هو في السؤال بيقول لي يقل. الخيار C بيقول لي احتمال أجد significant results حيزيد، طبعا غلط لأنه ألفا صغر، وبالتالي احتمال أن تكون البي فاليو أقل من ألفا صارت أقل مش أكتر. الخيار الرابع غلط لأنه ألفا يتناسب عكسيا مع بيتا، والأخير غلط لأنه الباور بتساوي 1 ناقص بيتا، يعني بتتناسب عكسيا مع بيتا. بضل آخر موضوع للأسف ما ضل معي وقت أشرحه. بتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.